الارانب عندي علشان الارانب دي يعني حاجة حساسة، ويعني مش لازم عيون ياما تشوفها، لازم يبقى صاحب المكان بس. انا عارفة ان في ناس كتير قوي 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 على اليوتيوب بتصور ارانب وبتصورها بكميات كبيرة، بسم الله ما شاء الله، بيبقى عندهم مزارع وكميات كبيرة. بس انا عندي مشكلة ان انا عندي الحاجة بتاعتي لما يعني بعرضها لأول مرة او بعمل عنها فيديو لأول مرة، يعني لازم بيحصل لها حاجة. خلاص يعني اتعودت على كده. سمان، بط بقى، ارانب، اي حاجة لازم اول فيديو بنزله بيحصل لهم اي حاجة. بس انا يعني حابة ان انا اتحدى الحاجة ديت، يعني عملت الفيديو ده مخصوص عشان حابة ان انا اتحدى الحاجة ديت واكسر الحاجة ديت. عايزة الموضوع ده يعني يروح من عندي خلاص. عايزة اصور كل حاجتي، انا حابة اصور كل حاجتي واعمل عنها فيديوهات، واقول عن انا بعمل ايه وبخلي ايه، وافيد الناس، ويعني كلنا نستفاد مع بعض. فان شاء الله باذن الله هنعمل بقى فيديو النهاردة عن الارانب، وان شاء الله ما يحصلش حاجة باذن الله. دي ارانب ولدة لسه صغيرة، لسه مولودة بقالها 3 ايام، اهيت لسه في العش بتاعها، لسه حتى ما فتحتش عينيها. هما طبعا كلهم تحت الشعر بتاع الارنبة، متغطيين بيها اهوت كلهم. هما لسه بقى لهم عمر 3 ايام دلوقتي، يعني لسه ما فتحوش ولا عملوا حاجة خالص. بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. هما كلهم تحت الريشة، هما متداريين. انا طبعا مش هكشف عليهم، يعني هسيبهم زي ما هو كده. انا حبيت بس اوريهم لكم بس كده. وهنشوف معانا الارانب بتاعتنا الكبيرة النهاردة بنقدم لها ايه. دي الام بتاعتهم اهيت. انا عندي يا جماعة جاية النهاردة اتكلم عن حاجة مفيدة جدا وكويسة جدا للارانب، وهي الجزر. انا اول يوم اقدم للارانب بتاعتي النهاردة الجزر. ما كلوش وهم صغيرين، هم دولت عمرهم دلوقتي حوالي 3 شهور. انا ما صورتهمش وهم صغيرين، وما قدمت لهمش ما قدمت لهمش الجزر دول وهم صغيرين، يعني انا اول مرة نقدمه لهم. الجزر ده مفيد جدا جدا يا جماعة للارانب. الجزر ده مقوي للنظر، بيمنع العمى عند الارانب بالليل. الجزر ده مفيد للانيميا، ما بيخليش الارانب يجيلها انيميا. الجزر ده مفيد جدا للقلب. الجزر ده مفيد جدا جدا للجلد بتاع الارانب، بيكون بصحة جيدة اكتر وبيكون بيستحمل اكتر. الجزر فيه فوائد كتير جدا جدا. انا طبعا ما حطيتهوش للارانب وهم صغيرين، انا اول مره احطه لهم، فانا مش حاطه لهم كميه كبيره عشان اشوفهم هيعملوا ايه، هيتعودوا عليه، هياكلوه. بعد ما ياكلوه ايه النتيجه اللي هتعود عليهم. دي العلف بتاعهم اللي انا بحطه لهم اهو، بحط لهم منه وكلنا عارفينه طبعا. وبحط لهم كمان عيش متدشش، عيش من اللي هو بتاع الطيور المتدشش ده، منشفينه مدششينه، بحط لهم منه برضو. بس النهاردة قلت اجرب موضوع الجزر ده كده، فحبيت ان انا اصوره برضو واوريه لكم. انا حطت لهم كمية بسيطة كده لما اشوفهم، بس عشان اول مرة ياكلوه مش عايزة احط لهم كتير. طبعا انا حطيته لهم الصبح الجزر ده، وهم ما كانوا يعني، كنت حاطه لهم العصر، كنت حاطه لهم الاكل العصر وكلوه بقى وباتوا من غير اكل. وقمت الصبح حطيته لهم اول ما قمت الصبح كده من غير ما احط اكل. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يبقى كويس عندكم. طبعا عشان المصداقيه ده دواء علشان الرضاعه. انا لما لقيت عندي الارنبه والده كميه يعني كويسه بسم الله ما شاء الله من الارانب، قلت اجيب لها اي حاجه من الدكتوره البيطريه علشان تزود اللبن عندها
وهنعمل لها حاجات تانية برضو عشان من البيت كده، وحاجات طبيعية طبعا هنصورها مع بعض بعد كده، عشان تزود اللبن بتاعها عشان تكفي عيالها، وعشان عيالها يرضعوا كويس. انا رحت للدكتورة عطتني الدواء ده، هو حلو لحاجات كتير، يعني مش للرضاعة بس، حل المشاكل كتير ورفع مناعة وفيتامين وعلاج املاح، وكويس لكل حاجة. هو بتحط منه غطا على لتر مية، غطا على لتر مية. طبعا انا حطيت منه، وطبعا انا جبته بس مرة واحدة، هخلصه وهكمل بقى بحاجات طبيعية من عندي. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، حطوا لايك بقى حطوا لايك بقى للفيديو، واللي بيشوف القناة لأول مرة ينزل يدوس على كلمة اشتراك عشان يشترك ويبقى معانا. هو حاجة حلوة يعني، بتفيد الأرانب برضو، الأرنبة الوالدة. انا لما لقيت والدة كمية كده قلت اجيب لها حاجة تساعدها في اللبن برضو، وزائد الحاجات الطبيعية اللي انا بعملها من عندي، اللي احنا ان شاء الله هنعمل عنها فيديوهات جاية كتير وهنتكلم فيها وهنقول فوائدها ايه، وان شاء الله تفيدني وتفيدكم. اهم حاجة ان احنا ناخد بالنا بس الارنبة بتاعتنا بترضع عيالها ولا لا، وهم شبعانين ولا لا، وبيستفادوا منها ولا لا. وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير، واستنوني في فيديو جديد واستفيد مع بوسي.